عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو التاني والله. النهاردة بقى قلت ايه، مفيش أجمل ولا أحلى من كده بصراحة. احترنا في الأكل، كل شوية هناكل ايه، كل يوم هنتغدى ايه. الواحد كل يوم بيقعد يفكر هيعمل اكل ايه. دي الحيرة اليومية بتاعت كل ست بيت. هتعملي اكل ايه النهاردة، هتعملي غدا ايه النهاردة، طب استنى نقعد نفكر، طب استنى نبص في الفريزر نشوف موجود فيه ايه، طب استنى نشوف في التلاجة. فالواحد بيقعد يفكر كل يوم هيعمل اكل ايه. فالواحد والله يحتار، يعني كل يوم بيعمل غدا. ما زهق بقى كل يوم من ايه، من العمال الاكل. فقلنا عايزين ناكل حاجة بقى كده إيه حاجة خفيفة ومغذية، ونبعد شويه بقى عن اللحمه والفراخ بقى والاسماك. وطبعا مش كل يوم طبعا لا، ولكن ايه الواحد يعني زي يعني خلاص الحاجه غاليه بقى بصراحه. يعني اللحم شوف انتوا بكام غاليه، والسمك كل حاجه غاليه. فعايزين ناكل بقى اكله كويسه، ناكل كويس وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه وموفره ومغذيه. فقلنا بقى اعمل بقى النهارده بقى، قلت ادلعهم بقى واعمل لهم بصاره عجب بقى. قالوا تعملي بصاره حلوه وهتشبعنا. قلت لهم اه طبعا هتشبعكم، كنتوا هتشوفوا البصاره اللي انا هعملها هتشبعكم وهتعجبكم ولا لا. قالوا خلاص ماشي يا ماما ناكل بصاره، طالما انت هتعمليها لنا حلو يبقى ناكل بصاره. قلت لهم طب تمام، انتوا هتشوفوا بقى البصاره اللي انا هعملها بتبقى عامله ازاي. هو عامه كده كده البصاره اللي انا بعملها وانتوا معايا بتطلع حاجه تانية خالص، بتطلع عجب بقى غير البصاره العاديه اللي بعملها في الايام العاديه. لا، اللي انا بعملها معاكم فبتبقى دي حاجه تانية. قلت بقى اعملي البصاره لازم اعملها وانتوا موجودين معايا. بس طبعا اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده لو عجبتكم الاكلات البسيطه اللي انا بقدمها. طبعا نبدا نقول المكونات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا وريتكم المكونات اهو قبل ما اقولها. هو طبعا هنا انا قطعت بصلايه اهو، تقطعيها زي ما انت عايزه، تقطعيها شرايح صغيره، عايزه تقطعيها 4، عايزه زي ما انت عايزه، تمام على حسب انت. وهي كده كده اصلا كله هيدوب، يعني كله هيدوب في لما يتحط مع بعض يعني ده في الخلاط. وهنا اهو قطعت 3 طماطميات قطعتها برضو اهو. وهنا بقى ايه شويه شبت وكزبره وبقدونس، يعني مش كتير، يعني من كل مثلا حزمه تاخدي 5 عيدان كده، ما تكتريش عشان كده كده لسه هنحط اصلا ملوخيه ناشفه عليها بعد ما، عشان كده ما لهاش لازمه ايه الملوخيه الخضره الكتير عشان برضو تفضلي محتفظه بفطار. وهنا توم، عملت هنا شويه توم اهو. طبعا التوم ده اللي هيتحط معاه دلوقتي على النار غير التوم اللي هيتعمل بيها الطشه، يعني في طشه هتتعمل في الاخر اللي هي ببصله وبتومه. وادي الفول المدشوش، انا عامله ربع كيلو بس مش عامله كتير، مش هكتر يعني. قلت يا دوبك على قد الغدا، يعمل له طبقين، اعمل له طبقين زي الفل، او تعمل له طاجن عسل. انا هسمع اعمله لهم في طاجن عشان يبقى ايه مبقبق كده وجميل كده كده. والطشه يا نهار ابيض، وشويه بصل كده جنبه، والعيش كده هعمل لهم عيش كمان محمص، كمان هحمص لهم في الفرن. لا 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 لا، هتبقى اكله خطيره. انا طبعا الفول عملته غسلته كويس ونقعته حوالي ساعه. بصوا انتوا ازاي، بصوا منقوع طري خالص اهو عشان خاطر ما ياخدش إيه نار كتير. وطبعا انتوا عارفين البقوليات لازم بتتنقع عشان ايه الغاز ده، عشان خاطر ما تعملش انتفاخ، ما تتعبش القولون، الكلام ده كله. فهي لازم بتتنقع ساعه. طبعا انا كده حضرت كده الحاجات دي. طبعا انا قلت لكم لسه هحضر طبعا بصل وتوم، انا هحط ده على النار وبعد كده انا هحضر اسيبكم شويه واحضر بقى ايه البصل والثوم، الحاجات اللي هعملها في الملوخيه الناشفه. تمام. انا هنا كده حطيت على النار ايه، حطيت حله وفيها الميه. ادي الميه بتغلي، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى ايه الفول المدشوش. طبعا الفول انت قلت لي وغسلاه ومنقياه الاول، منقياه وبعد كده غسلاه وبعد كده انا جبتها لكم بالعكس. حطينا الفول ده، نحط البصل اهو، ونحط الطماطم
شفتي هذا زعتر عبد. ونحط الايه التوم ونحط الخضرة. نجيب بقى معلقة ونقلب. نخليهم كده مع بعض. ملح يدوبك مش كتير، انت بقى عارفه انت معيارك انت. نسيبهم بقى كده على النار لغايه لما يدوبوا خالص. ولما يدوبوا خالص بقى نبقى ايه، بعد ما نضربهم في الخلاط، وبعد ما نضربهم في الخلاط نحط عليهم معلقه الملوخيه الناشفه. ده بعد ما تضرب في الخلاط وتحط على النار، تحط عليه معلقه الملوخيه الناشفه، وبعد كده هتعملوا الطشه بقى واحلى طبق بصاره. خليكم معايا بقى لغايه لما يغلي. بصوا بقى حبايبي، هنبص كده شايفين اتشربت خالص. بص شكلها كده خلاص كده. ايه لما تبصي تمسكي كده الفلايه، تبصي عليها كده تلاقي ايه دابت خالص. مش هنسى امسكها عشان الموبايل. بصوا شايفين دابت خالص كده، يبقى خلاص. نيجي بقى ايه نطفي عليها خلاص، نسيبها. نيجي هنا بقى نحط الطاسه على النار. نحط السمنه البلدي عشان خاطر ايه تدي طعم وريحه. كده طافين عليها وسايبينها ايه تبرد شويه. نعمل نحط الطشه كده، بصلايه وادي توم. نسيبهم بقى كده على النار، نعمل الطشه كده براحتها لغايه لما نروح نضرب الايه. خلي بقى الطشه كده على النار لغايه لما نروح نضرب ده في الخلاط واوريكم. بصوا حبايبي خلاص بقى ضربتها في الخلاط. شايفين لسه هحط عليها الملوخيه، ضربتها خلاص في الخلاط. وادي الطشه لسه على النار اهو. نحط بقى الملوخيه، يعني حوالي مثلا معلقتين ملوخيه. بص هو في مثل بيقول لك اللي عينه فيه توريه، يعني انت تقدري تعرفي حاجتك معيارها قد ايه. انا حطيت معايا هنا معلقتين ملوخيه، ده المعيار اللي بيظبط لي البصاره. بصوا لونها، بصوا جمالها والله تحفه. كمان الباقي شكلها عماله تنفر جامد. نطفي عليها بقى كده خلاص. بصوا جمالها. نغرفها بقى كده مع بعض. بصوا سخنه. بصوا يا دوبك هي على قد الطاوله. نكمل غرفها عشان خاطر مش عارفه امسك الحله وامسك الموبايل. خلاص غرفتها. حط بقى الطشه بقى كده. يا نهار ابيض. بصوا الجمال. شويه كده صغننين عشان بس مش خايفه. بصوا الجمال. بصوا الطشه دي بقى معلقه سمنه كده اهو، ونحطها كده على الوش. يا خراشي بصوا الجمال. بالذمه في احسن من كده؟
شايفين منظر طبق البصاره؟ زي ما نحطه بقى كده هنا، شكله مش يفتح النفس. بصوا جماله، والله شكله بيقول يلا كلوني. بصوا جماله. نوزع كده الطشه والعيش في الفرن، نقطع بصل بقى وفلفل ونديها احلى اكله واحلى بصاره. لو عجبتكم البصاره تنسوا في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم بس الحاجات البسيطه اللي انا بقدمها. وتفضلوا معانا وبألف هنا.